منتخب مصر النهارده لعب مباراة ولا أسوأ من كده قدام، مع احترامنا لعيبة احتياط من منتخب الأردن، وفازوا علينا بنتيجة 3-0. لا أداء، مفيش أي خطة، مفيش أي حاجة في الملعب، مفيش أي روح في الملعب. يعني لم تعود. لعبت قدام الكويت ولعبت قدام منتخب الإمارات، رجعت بالنتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراتين. لولا سطر ربنا طلعت بتعادل هنا ثم تعادل في المباراة الأخرى. والنهارده هزيمة أمام المنتخب الأردني للاحتياط. اسمه ليه المنتخب الأردني الاحتياطي؟ لاعبي الاحتياط طبعا مريحين اللعيبة الأساسيين، بيلعبوا بارتياحية شديدة. 3-0، مفيش أي رد فعل من اللاعبين. يعني بيدخل فينا هدف ثم الثاني ثم الثالث، مفيش أي رد فعل من مجموعة اللاعبين الموجود. مش ممكن يعني، دول مهاجمين منتخب مصر. يعني دول مهاجمين يلعبوا لمنتخب مصر الموجودين. اللاعب بيشوط الكورة، يعني جون هو جون، بيشوط الكورة يعني في ايد الحارس. يعني لا روح ولا لعب يعني يا كابتن حلمي طولان، انت راجل يعني كتر خيرك قوي. ان انت طبعا استحاله ان انت تعمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا، مجموعه لاعبين هواه بمعنى الكلمه، ما يلعبوش في دور المظالم. مش ممكن يعني. لكن يا ريتكم رحتوا. الحاجه اللي تتقال ان يا ريت اللعيبه دي ما راحت، ويا ريت المنتخب مصر كان اعتذر عن المشاركه في هذه النسخه. طالما الاداء بهذا السوء، يعني فضحتونا زي ما بيقولوا. ولا لعب حتى بخروج مشرف ولا اي حاجه، يعني اداء لا يليق باي حاجه في اي حاجه لمصر. للاسف ربنا يستر على المنتخب الاول، المنتخب الكبير بقى مع حسام حسن، يعني في افريقيا وتشرفونا. لان احنا كده النهارده كانت يعني مش ممكن. يعني 3-0 مع المنتخب الاردني وحاجه تكسف. كل المصريين رايحين يشجعوكم في قطر، يعني مفيش حجة لكم. مجموعة لاعبين طلعوا كل اللي عندكم، مفيش عندكم كورة. اللاعب مش عارف يرفع الكورة أصلا، مش عارف يستلم، مش عارف يباص. كمية أخطاء في الباص استحالة إن هي تخرج من اللعيبة أصلا. لكن لو الكورة في مصر خلاص كده، يعني الأمل بقى في المنتخب مع حسام حسن بقى، ربنا يستر.